في ديربي القاهرة، المفروض ديربي القاهرة ولكن المباراة تقام في الإمارات. في ديربي القاهرة من سيحكم بأحكامه؟ ماتش مهم بالنسبة للفرقتين، ماتش مهم بالنسبة للنادي الأهلي إن اللعيبة ترجع تاني لمنصات التتويج وترجع ثقتها في نفسها. ماتش مهم بالنسبة لنادي الزمالك إن نادي الزمالك يكون رجع تاني لمنصات التتويج ويقول لك إحنا دلوقتي ماشيين في الطريق الصحيح لحصد البطولات. ماتش بكره بالذات مش هيبقى شغل مدربين فقط، ولكن اللي هيلعب بالروح، اللي هيلعب بروح الفانيلا بتاعته. يعني نادي الاهلي انا بشوف ان في المباريات الاخيره، مثلا مباراه الزمالك في السوبر الافريقي، مباراه سيراميكا كليوباترا، اللعيبه مريحه. اصل محدش يقنعني ان في يوم وليله لعيبه الاهلي بقت لعيبه وحشه، في يوم وليله بقى كولر مدرب ما بيفهمش حاجه، في يوم وليله البدني بتاع اللعيبه كله وقع حرفيا. احنا شفنا الماتش اللي فات امام عاشور لما الحكم صفر قال له يا جدع صفر بقى، معنى كده ان هو بيقولها وهو تعبان. اللعيبه تعبانه. اكتر من لاعب بعد ماتش سيراميكا وقع على الارض، وده نادرا لما بنشوفه في ماتشات النادي الاهلي. اللعيبه محتاجه ان هي تنزل تلعب بروح الفانيلا الحمراء زي ما لعبوا السيزون اللي فات كله، يكسبوا واحد واثنين وثلاثه مع اداء بطولي واداء رجولي. على الجانب الاخر نادي الزمالك هينزل برضه عنده دوافع بتاعته، اللي هو عايز يبقى احنا الزمالك، احنا فريق كبير، احنا مش مجرد احنا ما كسبناش للنادي الاهلي بالصدفه في السوبر الافريقي، احنا مش جايين البطوله كضيف شرف بالكارت الذهبي، لا احنا نادي الزمالك نادي كبير، نادي بيحقق بطولات، نادي بيقف كتير على منصات التتويج، وده اللي اللعيبه عايزه تستعيده تاني. هيبقى في تحفظ من الاثنين مدربين على طريقه اللعب بكره الماتش هيخلص في ال 90 دقيقه، مش هيخش حتى في الاكسترا تايم، مش هيخش المرحله دي، الماتش هيخلص في ال 90 دقيقه. توقعاتي للنتيجه 2-1 لمين؟ للنادي الاهلي باذن الله. ولكن تشكيله المباراه بالنسبه لي انا محتاج الشناوي بكره في الماتش لسبب واحد بس، ايه هو؟ انه يكون قائد في الملعب بعيدا عن خبرات الشناوي. العب بالاثنين قدامه، من وجهه نظري انا العب برامي ربيعه تمام ويوسف ايمن عشان مرحله البناء من الخلف. اجي العب على الاطراف عمر كمال عبد الواحد، اجي العب على الطرف الثاني يحيى عطيه الله، ثلاثي نصف الملعب على حسب انت عايز تمتلك الكوره وتهاجم ولا عايز تحافظ على الكوره في نص الملعب. لو هتحافظ على الكوره في نص الملعب فانا بشوف، ومش هتهاجم فانا بشوف ان انت هتلعب مثلا امام ومروان عطيه ومعاهم يا اكرم توفيق يا احمد نبيل كوكا. لكن لو هتهاجم ممكن تلعب امام عاشور ومروان عطيه، وعلى راس المثلث بتاعهم يبقى محمد مجدي قفشه. ثلاثي الهجوم حسين الشحات ووسام ابو علي مع بيرسي تاو او طاهر محمد طاهر.